السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم او مساء الفل حسب ما بتشوفوا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. يوم من ايام رمضان، ربنا يجعلها دايما ايام مباركة علينا يا رب، وما نطلع ابدا من رمضان الا واحنا مجبورين الخاطر. وكل اب وكل ام مجبورين الخاطر في اولادهم، ويبارك في اولادنا يا رب، ويجعل ايامنا كلها سعادة وهنا، وييسر لنا امورنا في الايام المباركة اللي احنا فيها دي. اللهم امين، ويرحم امواتنا يا رب العالمين. بقالنا فترة بننزل بفيديوهات سكريات يعني وحلويات. قلنا بقى ننزل النهارده بسفرة كده حلوة، طريقة عمل الحمام. طبعا كلكم شاطرين بسم الله ما شاء الله، بس بندي لبعض افكار وبنذكر بعض ايه اللي ممكن نعمله ناسيينه، ايه الاكل اللي ناسيينه، او بنعمل ازاي. ممكن يبقى في تريك عندي انت مش عارفاها، نستفيد من بعض. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده على السفرة بتاعتنا. هنعمل حمام، وهنعمل جلاش باللحمة المفرومة، وكمان رز بالبسلة، حاجة كده جميلة جدا. هقول لك ازاي نقفل الحمام، دي طريقتي انا ما بستغناش عنها الحقيقه خالص. يعني لو اي حد قال لي لا غلط مش غلط، لا هي مش غلط، انا بعملها طول عمري، ووالدتي ربنا يرحمها يا رب علمتهاني. بس الاول زي ما انتم شايفين بالله عليكي ما تنسيش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد، واللايك الحلو منك عشان خاطر يرفع لي الفيديو. الله يصلح حالكم جميعا يا رب. ارفعوا لي الفيديوهات عشان القناه تكبر بيكم باذن الله، وتسيبوا لي كومنت حلو منك، وتقولي لي بتتابعيني منين. هنقول بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واللهم ارحم امواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم امين. هنعمل الاول الحشوه بتاعه الحمام، وهنركنها على جنب. هنجيب بصلايه وهنديها تشويحه كده، وهننزل بالرز. طبعا نكون منقينه وغاسلينه كويس جدا، طبعا ده حسب الحمام اللي انت هتعمليه او الكميه بتاعته. فانت شوفي هتحشيه قد ايه من الكميه. انا حطيت السلطانيه دي كانت رز لاني هحشي 4 حمامات، ونزلت عليهم بربع كوبايه من الميه. طبعا مش الربع كوبايه كلها مره واحده، نزلت عليهم بحبه الاول، وحطيت ملح وفلفل اسمر وحبه من الكركم عشان يصفر لي الرز، لانه بيبقى طعمه حلو جدا وشكله حلو كمان وهو لونه اصفر جوه الحمام. هنزل بقى بايه ربع كوبايه الميه السخنه اللي انا سخناها في الكتل، وهسيبه بقى ايه دقيقه بالظبط او دقيقتين على النار. مجرد ما الرز يتشرب بس الميه خلاص كده بقى تمام معايا، وهركنه في جنب. ليه انا عملت الحركه دي؟ عشان مش هسيب الحمام يعني مش هحشي الحمام برز ني، لانه عبال ما يستوي ممكن الرز بيبقى ساعات ايه بيبقى لسه ما استواش كده معانا، فبنديله ربع تسويه كده وبيكمل التسويه بحيث ان هو ما يطلعش معجن، وفي نفس الوقت يبقى تسويته مظبوطه مع تسويه الحمام. جبت بقى الحمام، اهم حاجه تكون الرقبه بتاعته طويله زي ما هي كده شايفينها، الجلده يعني بتاعت الرقبه ما تشيليهاش خالص في التنظيف عشان خاطر تقدري تحشيها من فوق. في نقطه او معلومه، ما تحشوش الحمام قوي. ليه؟ لان ساعات بيفرقع الجلد بتاعه، بيفرقع لو حشينا الحمام الرز جامد جدا الجلد بتاعه بيفرقع. فاحشيه متوسط كده كده، الرز هيملى فيه الحمامه وهتبقى شكلها بنت ناس محترمه كده وقيمه وتملى مركزها، ولكن ما تحشوهوش قوي. احشي ما بين الجلد، واحشي الرقبه، واحشي حبه من جوه، وحطي طبعا الكبد والقوانص معاه. انا بعمل طريقتي في تقفيله ازاي؟ بالخيط، بجيب ابره وامسكها باي حاجه عندي، بمشبك مثلا، واسخنها كويس جدا على النار وبعقمها كده، وبروح لضمها وبشتغل بيه. يعني بقفله بالابره من فوق ومن تحت. ليه ما بتعملهوش بخله؟ انا عمري ما عملته بخله، والحقيقه ما بعرفش اعمله بخله، وجربت في مره لقيته فك مني، وانا مش متمكنه في موضوع الخلل دي خالص. يعني انا طول عمري بعمله كده وبيبقى معايا زي الفل، والخيط بسيط وسهل وبيتقطع معايا، يعني ما بياخدش وقت في القطع. بعد ما بتسوى انت وانت بتاكليه بتروحي فكه شده الخيط كده، بتقطع معاكي عادي جدا ولا اي مشاكل خالص. فدي اسهل طريقه واحسن طريقه واضمن طريقه ان انت تمسكيه زي ما انت شايفه كده، ما يطلعش منه حبايه رز واحده. تنضفيه كويس، تطلعي يعني تحوشي الجلد بتاع الصدر كده بعيد عن الصدر بصبعينك الاتنين بالراحه وانت بتغسليه، وانقعيه في خل بقى وليمون ودقيق وحبه جنزبيل لو عندك، ما عندكيش خلاص، وسيبيه منقوع شويه، بعدين شطفيه كويس جدا. والرقبه زي ما قلت لكم ننضف الرقبه كويس، ونسيب الرقبه من فوق كده. والحشو اهو زي ما انتم شايفين، وهنكمله برده بالقفل بالخيط وزي الفل. ليه بقى انا ما بحطش الكبد والقوانص برده في الخلطه بتاعته؟ هقولك دلوقتي. انا حطيت له رز اصفر زي ما انتم شايفينه. انا باخد كل حماميه فيها الكبده والقناصيه وكوز القلب بتاعها، بحطها جواه وبحشي عليها الرز. ليه ما بحطش او ما بقطعش الكبد والقوانص مع الرز واعمله رز بالخلطه؟ لسبب واحد، ان انا ممكن ما احتاجش كميه الرز دي كلها. فيعني هعمل بيها ايه لو كان عليها كبد وقوانص؟ هيبقى خساره يعني. فانا بحط كل كبده وقنصه وكوزه قلب مع الحماميه بتاعتها، وبحشي الرز. لان لو اتبقى رز من ده، انا دايما غالبا يعني بعمل مع الحمام، بعمل معاه رز بالبسله، وطبعا بيبقى لونه اصفر. هنشوفه مع بعض دلوقتي بطريقه سهله جدا وبسيطه نعمله ازاي. فلما بتبقى حبه رز من ده، طبعا هو نضيف ما جيتش ناحيته نهائي، انا باخد بالمعلقه في طبق تاني، بروح واخده الباقي واروح حاطاه مع الرز بالبسله.
بيستوى معاه عادي جدا. عشان كده انا ما بخلطش الكبد والقوانص مع الرز والبسله ده، بسيبها لوحدها يعني. والله اخدته كله تمام زي الفل خلاص، ما اخدتوش كله ما بترماش وبحطه تاني مع الرز والبسله. هنا خلصت 3 حمامات بنفس الطريقه ونفس النظام. برضو خيطناها، ما بتاخدش خياطه كتير يعني، يا دوبك بتلم الجلد على بعضها كده وتبقى معاكي زي الفل. هكون طبعا حاطه ميه مغليه على النار عشان خاطر ينزل فيها، يعني اسقط الحمام فيها وهو سخن والميه سخنه عفوا. هتشيلي بقى كميه الرز دي من عليها، ما بياخدش منك وقت خالص. اكل على فكره سهله جدا. هو غالي شويه بس مش مشكله يعني، ما بنجيبوش كل يوم يعني. انا مش عارفه هو بقى اسعاره، انا ده جايباه قبل رمضان كان الجوز ب100 جنيه، فانا مش عارفه دلوقتي اسعاره ايه جوه رمضان يعني. انا ده كان من الحاجات اللي انا كنت جايباها الحقيقه، كنت جايباها قبل رمضان عشان خاطر اكلها قبل رمضان. وحصل شويه دربكات كده، ما كانش عندي وقت خالص ان انا اقعد اظبطها او اعملها. الوقت كان عندي مقفول، وختم كمان بال5 ايام اللي كانوا قاطعين فيهم الميه قبل رمضان دول، كانت الدنيا ملخبطه معايا خالص الحقيقه. فقلت بقى خلاص هو نصيبه ان هو يتاكل في رمضان، ما تقلقوش منه لو اتجاب واتعان في الفريزر عادي يعني. هنا بقى كانت الميه سخنت معايا وغلت اهي. هنروح نازلين فيها بقى ايه بتاع 3 4 حبايات من الحبهان كده. الحبهان ده جالي من السعوديه، خالتي الله يصلح حالها والعمره مقبوله منا يا رب اللهم امين، كانت في العمره وجابت لي قالت لي الحبهان السعوديه ده بصراحه يعني لا يعلى عليه، وفعلا هو جميل جدا ما شاء الله. سقطت فيه الحمام بقى ونزلت بورق لوري وكمان بصلايه قطعتها وطماطمايه قطعتها وجزرايه قطعتها، ونزلت في الميه بقى زي ما انتم شايفين كده، وحبه فلفل اسمر. ما حطيتش ملح دلوقتي خالص. ليه ما حطيتش ملح؟ عشان ما يعجزليش الحمام ان هو يستوي. الحمام بالظبط اخد معايا 1.5 ساعة على النار، كان زي الفل. هو في الفتره دي كان في نص السوا. الشوربه بتاعته جميله جدا. انا حطيت له بقى في الوقت ده الملح بتاعه، ملحته كده وغطيت عليه. اخد معايا 1.5 ساعة، ما اتفجرش مني، ما فيش حاجه وقعت الا الحته اللي كانت الجلده بتاعتها مقطوعه من حمامه من الحمامات دي بس، اللي ايه التقطيعه اتفكت تاني، وحبه رز صغيرين طلعوا دي عشان كانت اصلا الجلده مقطوعه من فوق. انا كنت حاولت ان انا المها بالابره كده، بس يا قدر الله ما شاء فعل واتفتحت وخلاص، لكن الباقي كله زي الفل. هنيجي بقى نعمل رز بالبسله. جبت بصلايه كده صغننه من اللي انا مخزناهم، مقدار بصلايه صغننه يعني، ونزلت على الطاسه بقى وشوحتها، ونزلت عليها بالبسله والجزر، وحطيت عليهم قد برده ربع كوبايه من الميه صغننه خالص، هي بتتشربها على طول. ونزلت بقى بحبه كركم اصفر. طبعا هو ده هيتحط في الرز، كنت مغسله الرز وشطفاه وغسلاه وحاطه له القعد بتاعه يعني تمام وزي الفل. نزلت عليه بقى بالبسله والجزر كده وحطيتهم في جنب، ونزلت عليهم بالملح. طبعا انا مشوحه البصله في الزيت فمش هحط زيت بقى، كفايه الزيت ده. وسبته بقى على النار لحد ما ايه يستوي ويبقى معايا زي الفل. جيت بقى هنا عبال ما دول يستووا والحمام يظبط معايا وخلاص يبقى سواه مظبوط، جيت اعمل الجلاش بقى اللي باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم ان انا النهارده جايبه اختراع في الجبن يا جماعه. هقول لكم دلوقتي انا عملت ايه وشاريه ايه، وطلعت احلى مليون مره من اللي احنا بنشتريها. الاول انا عملت الخليط، المفروض يبقى زبادي ولبن وزيت او ماده دهنيه عندك سمنه. انا ما كانش عندي زبادي، حطيت لبن وزيت، ما حطيتش كمان سمنه المره دي الحقيقه. وجبت اللحمه المفرومه بقى حطيتها. عايزه اقول لكم ان طعم الجلاش باللحمه المفرومه وكميتها قليله طعم تاني خالص يعني، احلى بصراحه مليون مره من ما انا مكتر فيها اللحمه المفرومه. ايه بقى الاختراع اللي انا بقول لكم عليه؟ الجبنه اللي انا حطيتها دي مش جبنه موتزاريلا، دي جبنه اسمها مشلله، جبنه سوريه اسمها المشلله. طبعا انا اول مره في حياتي استعملها، شفتها على جروب عندنا في شربين، بنوته زي العسل ربنا يحميها يا رب. هي اللي اقنعتني بيها بصراحه، لان المطه بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. هي مش غاليه وغاليه يعني، الكيلو فيها ب120 جنيه، ولكن هي طعمها فوق الرائع والمطه بتاعتها فوق الرائع بمراحل بمراحل. ما تقوليليش بقى جبنه موتزاريلا ولا انضف انواع الموتزاريلا ولا الكلام ده، لا. انا جربت كتير، جربت البركه وجربت الرحمه وجربت مش عارفه الحمد وجربت الاطباء، ويعني جربت كذا نوع من الجبن الموتزاريلا. بصراحه المشلله دي انضف الانواع اللي انا شفتها وجربتها وعملت بيها، هي الجبنه المشلله دي. وكان في منها انواع تانية، انا جايبه ميكس كمان، حاجه اسمها حلقوم وقشقعون تقريبا، حاجه زي كده. دي انواع جبن سوريه بس حلوه جدا. انا خلصت بقى الجلاش، بصراحه هي حلوه، دوروا عليها وهاتوها هتعجبكم قوي قوي قوي، وهتبقى مختلفه تماما تماما عن الجبن الموتزاريلا اللي احنا بنجيبها. طبعا هي الموتزاريلا لا غنى عنها موجوده برده، بس دي لو عايزه مطه جامده وطعم احلى، هي الجبنه دي لا غنى عنها. المشلله السوريه رائعه رائعه فوق المستوى بجد والله العظيم، ومتشكره جدا ليها انها اقنعتني بيها واقنعتني بالحلقوم والقشقعون اللي هي قالت لي عليه كمان ده. ولو عاوزين تجيبوا منها الناس بتوع شربين قولوا لي وانا اسيب لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في التعليقات، بس لو طلبتوه.
انا خلصت هنا بقى ودهنته من فوق، طبعا كنت دهنه بسيطه كده من السمنه او الزيت في قاع الصينيه، ونزلت عليه بقى بالجلاش، وكملت بقيه ال الخليط بتاعنا اللي هو خليط التسقيه، انا صبيته عليه ودخلته الفرن. هنا بقى كان ما شاء الله خلص معايا اهو، شايفين الحته الوحيده اللي اتفتحت اللي انا كنت مخيطه، لكن كله طالع زي الفل معايا والله العظيم. بصوا الطريقه دي بتاعه الفتله دي، يعني بتاعه الخيط ده، احسن طريقه ان ما يطلعلكيش اي رز خالص من الحمام. احسن طريقه برضو ان انت تقدري تحمري في الحمام، لانه بيطرقع وبيولع، وبصراحه ما بخرجش من التحمير ده الا باصابات فظيعه. انا جبت الحله وحطيت فيها الحمامتين، وبقيت بغطي ربع الغطا كده من الجنب. انا ممكن احطه في طاسه عادي، بس بصراحه انا حبيت الحله احسن، طرطشه الزيت ما بتبقاش اكتر، ما بيولسعش ايديا، لازم اطلع بعمليه من الموضوع ده. لا الموضوع بيبقى صعب قوي، لازم الزيت يعلم على ايديا، انا ايديا كلها بتتحرق يعني. ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه باي شيء في اي عزومه عندك، او اي مثلا ايه طريقه ان انا بحشي الحمام ازاي، او طريقه الجلاش، او الجبنه المشلله الرائعه اللي انا بصراحه عندي ليها يعني بصي انحياز رهيب عن الجبن الموتزاريلا التانية. ملحها مظبوط جدا، وطعمها تحس انت بتاكلي لبن، فعلا فعلا جميله جميله بمعنى الكلمه. وده فيديو النهارده بتاعنا باذن الله، وان شاء الله باذن الله يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تحطوا لايك، بالله عليكم حطوا لايك، واللي وصل لحد دلوقتي هنا اشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد. ويا رب يخليكم ويبارك لكم بحق الايام المفترجه اللي انا فيها دي، اللي يتفرج يحط لايك ويكتب الكومنت الحلو منه، ولو ما اشتركش يشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. انا كنت في الموضوع ده عامله الحلويات اللي انتوا كنتوا شايفينها الفيديو اللي قبل ده، اللي هي الكنافه بالمانجا، العشق يا جماعه. بالنسبه لي الكنافه بالمانجا دي العشق يعني، فكانت بصراحه مع الحمام يعني كانت حاجه حلوه جدا جدا جدا. وبسم الله الرحمن الرحيم. نسيت اقول لكم ايه، شايفين بقى، شايفين المطه بتاعت الجبنه حلوه ازاي؟ انا ما كنتش عارفه امسك لان كنت بصور بايديا انا، فما كنتش عارفه اصور لكم زياده الحقيقه. اتمنى بقى اللي وصل لحد هنا في الفيديو يحط لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ اميره ورماس. وشايفين الرز هوريهولكم دلوقتي عامل ازاي، حاجه كده اللهم بارك، جميله جدا جدا جدا، ينفعك بجد في اي عزومات ويشرف السفره بتاعتك. وكمان حتى لو انت اولادك ما بيحبوش البسله، ممكن تعملها لهم بالطريقه دي هياكلوه هوا. انا والله الوصفه دي قلتها لكذا حد معايا في الشغل، زمايلي اولادهم الصغيرين ما كانوش بيحبوا الموضوع ده، ولما عملوا الرز بالبسله ده اكلوا البسله بطريقه يعني جميله جدا وحبوه قوي، ولا اعملي لنا يا ماما، فبقوا يشكروني ان انا قلت لهم على الطريقه دي. اكيد في ناس كتير تعرفها، انا يعني ما بفتكس ولا بخترع، احنا بنستفاد من بعض، واي حد عنده معلومه زياده ممكن نقولها لبعض لو انا مش عارفه حاجه او في تعقيب على اي حاجه. بس ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله وتستفادوا منه، واتمنى زي ما قلت لكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، ونشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله، ومع السلامه.